السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، محاضرة عن بر الوالدين. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أمي أول كلمة نطقناها وأحلى كلمة رددناها، لكن اسمحوا لي قبل أن أنطلق أنا وإياكم أن أقدم كلمات شكر وعرفان إلى أمي. عرفان إلى أمي التي أدين لها بالفضل بعد الله تبارك وتعالى، فمهما قلت ومهما عملت فلن أوفيك أجرك يا أمي. لن أنسى صدرك الحنون، ولن أنسى سهر الليالي وتعب الأيام. لن أنسى حين كنا نجتمع على مائدة الطعام وتطعميننا بيدك يا أمي. أماه، لو كان عمرك بيدي لمددته، ولكنه بيد ربي، فهل يكفيك حبي؟ الأم هي الحب الثابت الذي لا يتغير. كل من حولك يتغير إلا أمك، كل من حولك يهجرونك إلا أمك، كل من حولك في المهنة يتركوك إلا أمك. أمك التي لا يشبهها في الوجود أحد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد، أمك التي خلقت مرة ولا تعاد. كم سهرت لترتاح، وكم تعبت لأجل أن تنام وترتاح. أفلا تذكر يوم كنت تنام بلا غطاء وتستيقظ على غطاء؟ أولا تذكر يوم أن كنت تستيقظ في الصباح فتجد الطعام بجوارك؟ من كان يجهزه؟ قل لي بربك من كان يجهزه. أو ما تذكر يوم أن كنت طفلا في المدرسة تستيقظك في الصباح قد استيقظت منذ الفجر حتى لا يفوتها النوم، ثم تيقظك، ثم تلبسك الملابس، ثم تغادر فلا تتركك، لا تتركك. تظل ترقب على حافة الباب حتى تصل إلى آخر الشارع وتذهب، فلا تعرف النوم بعدها إلا إذا عديت الشارع. أنسيت هذا كله؟ أنسيت هذا كله؟ أماه، خذي من صحتي ولا تمرضي، خذي من راحتي ولا تتعبي، خذي من بسمتي ولا تبكي، خذي من فرحتي ولا تحزني. الأم أيها الكرام التي وصف عليها رب السماوات والأراضين ووصف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب. ماذا قال النبي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. ماذا يفعل الشباب اليوم بأمهاتهم؟ ماذا يفعل الرجال اليوم بأمهاتهم؟ بل بعض الشباب لا يرى أمه إلا في المناسبات، يضع رأسه ووجهه إما في التلفاز وإما في جواله،
والله بعضنا بل إن لم يكن معظمنا يرى شاشات جواله أكثر مما يرى أمه، يقلب الصفحات على الإنترنت أكثر مما يقلب الذكريات والبسمات بجوار أمه. بل بعضنا ينظر إلى الناس وإلى أصدقائه وإلى أصحابه يبتسم في وجوه الناس ولا يعرف أمه إلا إذا عاد إلى البيت يرد عليها السلام ثم بعد ذلك لا يعرفها. إخواني، استمعوا إلى هذه القصة: الشاب الذي لا يحب أمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. والله يا أحباب، لما سمعت هذا الموقف كاد أن يخلع قلبي، وبكيت ولا أعرف كيف بكيت. أحبتي في الله، يروي شاب قصة حياته مع أمه، يقول: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لأنها كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية أي طباخة في المدرسة التي أتعلم فيها. وفات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت أمي لتطمئن علي. احسست بالإحراج فعلا، كيف فعلت هذا بي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة المليئة بالكره. قال أحد الطلاب وهو يسخر مني: أمك بعين واحدة، أمك بعين واحدة. يقول: وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي. وفي يوم التالي واجهتها: لم لا تموتين؟ لقد جعلت مني أضحوكة. لم تجب ولم ترد، فلم أبالي بمشاعرها ولم أفكر بكلامي، لأني كنت غاضبا جدا وأردت مغادرة السرير. ودرست ومرت الأيام والسنين، وحصلت على منحة الدراسة إلى سنغافورة، وفعلا ذهبت إلى هناك ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أطفالا، وكنت مرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام جاءت أمي لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت أمي على الباب، وأخذ أولادي يضحكون إلى أمي. صرخت فيها: كيف تجرأت وأتيت إلى هنا لتخيفي أطفالي؟ اخرجي حالا. أجابت أمه بهدوء: آسفة، أخطأت العنوان على ما يبدو، ثم اختفت. وفي يوم من الأيام وصلت لي رسالة المدرسة التي أتعلم فيها وأنا صغير مع أمي، تدعوني لجمع شمل العائلي. فكذبت على زوجتي وأخبرتها أني سوف أذهب إلى رحلة العمل بعد الاجتماع في المدرسة. وذهبت إلى المدرسة وحضرت الاجتماع، وبعد الاجتماع ذهبت إلى بيتي القديم الذي كنت أعيش فيه وأنا صغير مع أمي. فأخبرني الجيران أن أمي توفيت، لم يذرف ولو دمعة واحدة. يا
الرسالة فوجد فيها: ابن الحبيب، لا طالما فكرت بك آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك، ولكنني سعيدة جدا عندما علمت أنك سوف تأتي للاجتماع، ولكنني لا أستطيع مغادرة السرير. يا الله، فعل فيها كل هذا وتريد أن تقوم من على سريرها وتريد أن تقبله وتنظر إليه، وفعل فيها كل هذا وكان يسخر منها. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرة ومرات طوال حياتك. هل تعلم يا بني، لقد تعرضت أنت لحادث عندما كنت صغيرا، ولذا أعطيتك عيني. يا الله، ولذا أعطيتك عيني. ومع كل هذا أحبتي في الله ويسخر منها. فوجد في آخر الرسالة: مع حب أمك. أرأيتم أحبتي في الله، أرأيتم قمة العقوق؟ نعم، قمة العقوق أحبتي في الله. هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي إخواني الكرام، أسألكم بالله، ومن سئل بالله أجاب، أسألكم أن تطبقوا على هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمك أخي أكرم جمال محمد ننجاني أنبرت أورتو إسلام بيا مصري خيسة أنجوزة كرتك كان حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكان ياسين بهر برتا أورتو إسلام بيا مصري. أنا قرآن جوزة كده توربان حفظه. الرا أفان عربين إسيني دبنا غيا برا أفان أرمو إسيني دبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكان علي عبد الله ننجاني مركز أورتو برنوت إسلام أرومو بيا مصري مردا جوز سدد نفذه. الرا محاضرة أفان عربي تنسينيمنه ويا برا إن شاء الله أفان أرمو تنسينيمنا. السلام عليكم.